السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا جديد يذكر ولا قديم يعاد. النادي الأهلي بطلا لبطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة ال11 في تاريخه بعد التعادل مع نادي الوداد المغربي بنتيجة 1-1 بعد ما انتهت نتيجة لقاء الذهاب في القاهرة 2-1 لصالح النادي الأهلي، عشان الأهلي يفوز بمجموع المباراتين ويتوج بالبطولة رقم 11 في تاريخه. والحمد لله دايما الدنيا بتدي لك فرصة تانية، زي ما ادت فرصة تانية لجوارديولا امبارح وتوج ببطولة دوري ابطال اوروبا مع مانشستر سيتي بعد ما خسر المباراة النهائية ضد تشيلسي وما كانش يستحق الخسارة، وخسر المباراة قبل النهائية ضد ريال مدريد في الموسم اللي فات وبرضه ما كانش يستحق الخسارة. الاهلي بعد ما خسر المباراة النهائية السنة اللي فاتت ضد الوداد المغربي في المغرب، كان دور نهائي من مباراة واحدة وكانت على ارض الوداد اللي كان طرف في المباراة النهائية، وانا شايف ان ده ساعتها ما كانش شيء عادل. بس في النهاية الدنيا السنة دي بتديك فرصة تانية عشان ترجع تجيب البطولة من كازابلانكا قصاد نادي الوداد اللي انت خسرت قصاده السنة اللي فاتت. وطبعا البطولة دي هتكون غالية جدا عند جمهور الاهلي واللي انا واحد منهم بكل تأكيد. طبعا التاسعة دي في حتة تانية لوحدها، بس لو هنفاضل ما بين العشرة والحادية عشرة، لا احنا نفضل الحادية عشر اللي احنا جبناها من كازابلانكا قصاد نادي الوداد المغربي اللي بقدم له بصراحة كل التحية، والمدرب كمان بتاعهم فاندر بروك اللي كان خليفة الجريدو. اعتقد ان الوداد لو كان استمر بجريدو في الدور قبل النهائي والدور النهائي ما اعتقدش انه كان هيظهر بالشكل ده نهائي. فاندر بروك المدرب الحالي لنادي الوداد مدرب محترم جدا، عنده تكتيك، عنده اسلوب، لعب كويس على العامل الذهني للاعيبة الوداد، فكل التحية والتقدير ليهم وحظ سعيد المرة القادمة. عايز اتكلم في نقطتين اتنين، والنقطتين دول عشان نبقى عارفين انا كنت محضرهم سواء خسرنا او كسبنا، يعني سواء كان الاهلي خد البطولة او كان الاهلي ما خدش البطولة انا كنت هتكلم في النقطتين دول. والنقطة الاولى هي الحكام. الحكم انا شايفه ان عمل مباراة كويسة جدا، سواء كنا خسرنا او كنا كسبنا انا كنت هقول الكلام ده. انا شايف ان الحكم عمل مباراة كويسة جدا، اخطاء بسيطة جدا، ما فيش اخطاء كبيرة ادت لكوارث او كان في مثلا خطأ جسيم اثر على نتيجة المباراة، ده ما كانش موجود تماما. والله العظيم انا كنت هقول الكلام ده حتى لو كان الاهلي ما خدش البطولة. وطبعا ده وقت افراح ووقت تتويج بالبطولة، بس برضو انا شايف ان لعيبة الاهلي ومن قبلهم مدرب الاهلي كانوا نازلين المباراة عندهم فيدباك ان الحكم هيكون ضدهم، فده اثر بشكل كبير جدا على لعيبة الاهلي ومن قبلهم مدرب الاهلي على الخط. وانا بصراحه كنت شايف ان ده مش كويس جدا بالنسبه للعيبه الاهلي ومدرب الاهلي ان هم يدخلوا في السكه دي حتى من قبل بدايه المباراه، وده اثر ذهنيا عليهم. كلنا شفنا ده في المباراه، ما نخليش النتيجه تخدعنا. مارسيل كولر اللوم الوحيد عليه طبعا تكتيكيا مفيش كلام خالص على مارسيل كولر، التغييرات كانت في توقيت مناسب جدا وافادت الاهلي جدا، انما انا بتكلم على الحته الذهنيه. كولر ما اعتقدش انه حضر لعيبه الاهلي ذهنيا للمباراه دي. الاهلي لو كان مسك كوره من بدايه المباراه ولعب لعبه عادي وما اعتمدش على الكرات الطوليه، اعتقد ان المباراه ساعتها كانت هتبقى زيها زي مباراه القاهره وما كانش هيبقى فيه خالص المشاكل اللي ظهرت في الفريق. النقطة التانية اللي عايز اتكلم فيها واللي بكلم فيها السادة المسؤولين عن الكرة المصرية، يا جماعة انتوا شفتوا جمهور الوداد كان عامل ازاي؟ شماريخ شغال، العاب نارية شغال، ليزر شغال، بسم الله ما شاء الله، تشجيع طول ال 90 دقيقة، هتاف موحد. انا عايزك بس تقارن ما بين جمهور الاهلي في ماتش الذهاب في استاد القاهرة وما بين جمهور الوداد النهارده في كازابلانكا، لا فرق كبير. فالصورة اللي ظهرت النهارده لجماهير نادي الوداد اتمنى ان المسؤولين عن الكرة المصرية يكونوا شايفينها. طبعا الفوز باللقب والنتيجة هتغطي على كل اللي انا بتكلم فيه ده دلوقتي، سواء موضوع التحكيم او موضوع الجمهور، بس لا لازم يا جماعة نشوف حل للموضوع دوت. موضوع الجماهير عندنا لازم، يعني استاد القاهره يا جماعه ما بقاش له هيبه خالص يعني. فالناس كلها في قاره افريقيا بتتقدم سواء على مستوى الملاعب على مستوى الجماهير، واحنا للاسف بنتاخر. الجمهور اللي بقى بيدخل عندنا في الملاعب بقى جمهور بصراحه، يعني مش عايز اخوض قوي في الحته دي، بس في النهايه جمهور اعتقد ان ملوش علاقه بالكوره خالص يعني. المهم الحمد لله الاهلي قدر يجيب اللقب من كازابلانكا، وبرده في شويه اشياء سلبيه هتكلم عليها معلش في وسط الفرحه، بس الهدف طبعا مسؤوليه محمد الشناوي من وجهه نظري. النقطه الثانيه الاهلي محتاج بديل لعلي معلول، الاهلي محتاج بديل لمحمد الشناوي. بديل محمد الشناوي كلنا شفناه في ماتش الذهاب، مصطفى شوبير.
فاعتقد ان بديل الشناوي موجود، واتمنى من مستر كولر اللي ان شاء الله مكمل مع النادي الاهلي، وحتى لو ما كناش خدنا البطوله انا كنت هطالب ان كولر يكمل مع النادي الاهلي. اتمنى ان هو يضغط على محمد الشناوي شويه الفتره اللي جايه في ماتشات الدوري اللي فاضله بمصطفى شوبير عشان يقدر يحافظ ويخاف على مركزه. اما علي معلول فطبعا كتر خيره جدا، عامل السن عامل السرعه. مدرب نادي الوداد استغل بطء علي معلول في ماتش الذهاب وفي ماتش العوده، لعب على الحته دي كويس جدا، فلازم الاهلي يجهز بديل علي معلول من دلوقتي. الحمد لله عدت على خير، كان ماتش عصيب جدا، الواحد كان قاعد على اعصابه طول ال 90 دقيقه. مبروك لكل جماهير الاهلي في مصر وفي الوطن العربي، وهارد لك لجماهير الوداد المغربي. ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل زرار الجرس على الكل عشان يوصلك حلقاتنا الجديده اول باول، ونشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.